قبل 15 عاماً كان ظهور شاب متشبه بالنساء في الشارع حادثة صادمة تستنكر فوراً. أما اليوم فأصبح المشهد عادياً في المدارس، في الجامعات، في أماكن العمل، المراكز التجارية، في الشوارع، وحتى منصات التواصل. والأخطر أن المجتمع بدأ يطبع ويعتاد. قبل أيام فقط وصلني مقطع لشاب خليجي من قبيلة كبيرة معروفة بمواقفها وأخلاقها، يضع اسمه واسم قبيلته ويظهر بكامل الزينة النسائية، مكياج وصوت ومظهر. هذا ليس انحرافا فرديا، بل دليل صارخ على أن المجتمع بدأ يفقد مناعة الرفض. هذه رسالة لحكوماتنا في الخليج والدول العربية. يا أصحاب المعالي والسعادة، أنتم تعلمون تماما أن هذه ليست حرية شخصية كما يقال، هذه فوضى اجتماعية تتسع كل يوم، وسلوكيات تتعارض مع قيم المجتمعات الخليجية والعربية وهويتها ونظامها الأخلاقي. الخطير ليس من يفعل، بل من يترك ومن يسكت ومن يغض الطرف. المجتمع اليوم يعتاد ما كان مرفوضا، يراه في الصفوف، في الممرات، في بيئات العمل، وفي محتوى المؤثرين. ومتى ما اعتاد المجتمع غير الطبيعي، عندها يبدأ السقوط الأخلاقي الحقيقي. دعونا نتحدث بصوت عالي وبلا مجاملات. الحكومات تمتلك كل الأجهزة لكنها لا تحركها، تملك القانون ولكنها لا تطبقه بصرامة، تملك الأدوات ولكنها لا تستخدمها في الوقت الصحيح. وزارات الداخلية تملك القدرة على ضبط المظهر والسلوك في الأماكن العامة. وزارات الصحة قادرة على فرز من يحتاج علاج ومن لا يحتاج. التنمية الاجتماعية بيدها حماية القُصّر ودعم الأسر. وزارات التعليم تستطيع منع التطبيع في المدارس والجامعات. الإعلام والاتصالات قادرة على إيقاف المحتوى المدمر الذي يلمع السلوك المنفلت. ومع ذلك تترك الحكومات الأمر يتفاقم، تترك الأسرة وحدها، وتترك الأطفال بلا حماية، وتترك الفوضى تتسع وكأنها واقع جديد يجب أن نتقبله. هذا تقصير رسمي وليس مجرد غفلة. ونحن كي لا نظلم أحدا نقول بوضوح: هناك من هو مريض نفسي ويحتاج علاج، وهناك من يمارس سلوكا ويحتاج تقويم، وهناك من يستهتر ويبحث عن شهرة ويجب ضبطه فورا. لكن ترك الجميع في سلة واحدة وترك الظاهرة بلا معالجة هو فشل حكومي بامتياز. الطفل الذي يرى هذا السلوك اليوم دون كلمة من الأسرة أو الدولة يتربى على أنه أمر عادي، يتصور أن القيم اختيارية وأن الحدود إضافية، وهكذا تخلق الفجوة الأخلاقية التي لا تصلح بسهولة. هل وصلنا فعلا إلى مرحلة نرى فيها الانحراف الظاهر ونمشي وكأن شيئا لم يكن؟ يا حكومات الخليج ويا حكومات العرب، الصمت لم يعد خيارا، والتأجيل أصبح تواطؤ غير مباشر. المجتمع يحتاج قرار واضح: عالجوا من يستحق العلاج، قوموا من يحتاج التقويم، واضبطوا من يعبث بقيم المجتمع قبل أن يصبح نموذجا يحتذى به. السؤال الحقيقي الآن: هل ستتخذ الحكومات موقفا أم ستترك المجتمع يواجه هذه الفوضى وحده؟ اكتبوا رأيكم. الصوت الذي لا يسمع اليوم سيدفع ثمنه غدا. تحياتي. لحظة نسيت الرسالة عن الشباب المتشبهين بالنساء وأيضا الفتيات المتشبهات بالرجال، فخطركن لا يقل أبدا عن خطرهم. تحياتي.